تيجي أقول لك سر انتشار البراندات الكبيرة وإزاي تستخدم الميزة اللي عندهم وأنت بتبني البراند الشخصي بتاعك. تفتكر أسماء زي بيبسي أو كوكاكولا أو غيرها من البراندات المشهورة اللي هي على فكرة مقاطعة اوعى تشربها، بس احنا هنا مجرد هناخدها كمثال مش اكتر. البراندات دي بيوصلوا للناس دي كلها ازاي؟ المفاجأة بقى ان السر اللي خلى البراندات دي تنتشر بالشكل المرعب ده هو نفس السر اللي انت ممكن تستخدمه وانت بتبني البراند الشخصي بتاعك او بتبني المشروع الصغير بتاعك علشان توصل لانتشار مماثل للانتشار بتاعهم. السر ده بيكمن في كلمتين: التكرار الذكي او الكونسيستنت ريبيتيشن. البراندات الضخمه ما كسبتش ثقه الناس او اتشهرت من اول حمله اعلانيه عملوها، لكن من كتر التكرار، نفس الرساله، نفس الالوان، نفس الانطباع. علشان كده الناس شافتها وبتشوفها في كل مكان لحد ما بقت ايقونه مرتبطه بمعنى معين في عقول الناس. طيب ازاي تطبق ده في حالتك انت؟ مثلا لو انت بتتكلم عن تطوير الذات، خلي كل حاجه في محتواك بتخدم الفكره دي. مثلا لو بتقدم خدمه ديزاين، خليك انت رمز البساطه والاحتراف. لو بتبيع منتج رقمي او كورس اونلاين، خليك دايما الصوت اللي بيوضح ويبسط ويحفز. المهم اربط نفسك بصوره ذهنيه في عقل العميل المحتمل بتاعك. التنوع ده حاجه كويسه جدا، بس خلي بالك مش لدرجه العشوائيه، لان كل ما كان النمط بتاعك ثابت كل ما الناس حفظتك اكتر وبسرعه. دراسه من ستانفورد يونيفرسيتي بتقول الشخص او البراند اللي بيتكرر بنفس الرساله والاسلوب اكتر من 7 مرات في الشهر بيترسخ في عقل العميل بنسبه 3 اضعاف اكتر من المنافسين. طيب ازاي تستخدم السر ده في مشروعك او براندك الشخصي؟ حدد الرساله الاساسيه اللي انت عايز الناس تربطها باسمك. مثلا واحد اطلق على نفسه ان هو دكتور البيزنس، ده بيعمل ايه؟ بيحول العلم لفلوس. ابني محتواك كله حوالين الرساله دي: بوستات، ستوري، فيديو، لايف، كورسات. خليك ثابت حتى لو حسيت انك متكرر كتير. انت ممكن تكون انت اللي زهقت من نفسك، بس في ناس اول مره تسمعك دلوقتي. قول لي كده في الكومنتات ايه الرساله اللي عايز الناس تفتكرك بيها لما يشوفوا اسمك. السلام عليكم.